يشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسره. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك زين
حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق ثرى أثرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام أرشدا بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه إحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم شرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصي أفراده بتعداد ولا يمل
تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه من الإيمان قواعد وترى عليك من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمنع عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله فكان عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها منة تكرم الله بها على البشر وما أعوزها من نعمة إن تسرسلها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه
صل عليه به اللهم صل فينبسط عليه. في قلب نور سر تعلقه به وهبه صلى الله ويتبع عليه. بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله على أشرف عليه. الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير في العالم المغلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال المبارك والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله فما من عليه. سنب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعم صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه صلى الله وقد قضت عليه. الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من شر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الباخرة والأرحام الشريفة الظاهرة صلى الله حتى عليه. برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبار صلى الله وتعلق عليه. ذمة الراكب لهذه الحروف صلى الله بأن عليه. يركب في هذا القرطاس ما هو ولديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه. تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا ضارب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن عليه. زليلة الذوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين صلى الله وما عليه. أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى السماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطيب وتعم الأهل جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب. لا سعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهيب. مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب. يا مالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب. يا شريف الأصل لودنا بك في كل النواحي يا رسول الله ملجأ كل عاصر أنت مأوى كل تائب. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب
بك يا عالي المناكب الله مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب لكم يوم موجودي فلكم يوم وجودي ظهرت فينا عجائب الله مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب قد شربنا من صفانا مرحبا بك من أحلى المشارب مرحبا فلربي أمد حمدا جل يحصي يحاسب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب مرحبا يا كريما رحيما جد وعاجل بالمطالب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا رجاء من ذاك خائف مرحبا وفر ذنب عبد قد أتانا وكتائب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل
الشامل صلى الله عليه والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وهو الذي في المغارب آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت عشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جسد تمكن حب أحمد فيه، جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبلي، فكيف تبلي، فكيف تبلي وحبه في قلبه ومدحه فيه
قف واستمعني يا نديم قف واستمعني يا نديم قولا بما عناه كريم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها كريم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم كف واستمعني يا نديم كف واستمعني يا نديم قولا بما عناه قريب حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم أحمد أمه والسعد كان لها قديم حملت بأزكى الأنبياء حملت بأذكى الأنبياء نسبا وأمناها كريم بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بمحمد عين النعيم بشراك آمنة الرضا الرضا بمحمد عين النعيم كيف واستمعني يا نديم كيف واستمعني يا نديم قولا بما عناه كريم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا
كم أباح النجم سناه وكأن دموع عيني كالجذع لما رآه يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله بسلاك دربي نور فيه ونور بدياك أسمو مهما تمر دهور وإليك القلب يشكو ما ضار سرب طيور يبكي الفؤاد ويشكو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول من زرع الله الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه هنانا من زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا وعد الوصل بجنانه إن أهدى أبويه هنانا إنه ظهر تسامى رحمة للعالمين فالكون السلام من إمام المرسلين صلى الله عليه السلام من إمام المرسلين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا يظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا إنه ظهر تسامى رحمة للعالمين
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد Hadiraki Rasulullah Pekerong dari Rasulullah Atenah أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم نغرت واستضيئوا بجمال فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى يا نبي صلى الله عليك عليك يا رسول
أن يحصوره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. آمين سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. واهدنا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد. آمين. سلام يا رب عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور الشهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مقطولا مكحولا مقطوع السرة صلى الله تولى عليه ذلك الإشراف عند الله أيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبست وأضجعت فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة أي يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. صلى الله عليه. وأصرف ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة أي يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. صلى الله عليه. مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعدم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. آياتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما جلال وجهك ولعظم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما انضم الفكر من درر الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الهامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Senin yang akan datang berarti Senin malam insya Allah ziarah kubro di makam Serambi Winongan. Yang berkenan hadir bisa bersama-sama berangkat jam 1.30 atau setengah 2 di Kompol Yaden Madrasah. Bismillah, niat dari Semaken kita tunjukkan, kita ziarah kepada orang yang soleh, berharap berkah, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpakaian yang sopan, kemudian asangoh, jangan sampai tak asangoh karena ikasat tak sediaki jaminan, jangan sampai nggak ziarah saya pertama ruang lapar kapi, ya jadi asangoh tibi, ibu tibi pakenyang gak ada di bungkon.
Berangkat Senin setengah 2 berangkat bismillah alaniyah dari semangkin niatin bi qudratillah matur muga pada sehat kepi bisa ziarah hari Senin deka pesarian Serambi Binongan ka Al Habib Saleh Al Haddar matur le barokan insyaallah amin.